السلام عليكم وصحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم رجعت لكم بهذه الوصفة تاع لي صابلي بالشوكولا، يعني نوعين بعجينة واحدة. كانت كوموند عندي حبيت نشاركها معكم بما انه يعني وصل العيد. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، وما تنساوش ديروا جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركة الفيديو مع الاصدقاء. نجيو هنا كيما تشوفوا عندي 250 غرام تاع زبده تكون طريه، وراح نضيف لها كيما تشوفوا فنجان تاع زيت وربع مغارف كبار تاع سكر ارطب. اللي عندها الميزان وتحب تقيس بالميزان دير 100 غرام سكر ارطب. وراح نضيف حبه بيض كامله وصفار بيضه، مغرف صغيره تاع لافاني، ونخلط المكونات تاعي مليح حتى نتحصل على قوام يكون كريمي. هنا كيما تشوفوا خلطت بيدي، فوالا هذا القوام تحصلوا عليه. راح نضيف باكي خميره، فوالا راح نخلطها هنا مليح، وراح نقسم الخليط تاعي الى نصفين. وهنا كيما تشوفوا النصف الاول خليته ابيض، وهذا النصف الثاني ضفت له مغرف كبيره تاع الكاكاو تكون نوعيه مليحه، وكملت لميت عادي بالفارينه كيما تشوفوا حتى تحصلت على عجينه تكون طريه. لاباط صابلي ديما خليوها طريه. هنا نرجعو يعني بعد ما خليت لاباط تاعي ارتاحت شويه، حليت هنا كما تشوفوا العجينه اللي خليتها بيضه، وجبت الطابع هذا المربع، يعني تقدروا ديروا اي طابع. طبعت وحطيتهم في سنيوه دخلتهم للفرن يطيبوا. وهنا كيف هذيك اللي درت له العجينه اللي ضفت لها الكاكاو كما تشوفوا راح ندير هذا الطابع الدائري، راح نطبعها كما تشوفوا بهذا الشكل. وهنا هادم راح نديرهم. جبت هاد المول تاع لي كورني، راح يعني نطبعهم من الفوق كما تشوفوا بهذا الشكل، وراح ندخلهم يعني للفرن يطيبوا حتى هما على 180 درجة. وهنا كما تشوفوا بعد ما طاب لي الصابلي هنا يعني حمرته شويه، خليته يتحمر شويه ونحيته. هنا كما تشوفوا يعني ماهوش رقيق بزاف. وهنايا بعد ما لصقته، هنا ديجا لصقت كل زوج حبات يعني بالمعجون تاع المشماش، يعني لصقوه باي معجون متوفر عندكم. وهنا ديجا حضرت من قبل هادو تاع الشوكولا في هذا المول، فوالا كيما تشوفوا راح احتهم كيف نلصقهم. وهنا بعد ما لصقت هادوك الحبات تاع الشوكولا من الفوق، تحبوا تلصقوهم بالشوكولا ولا كيف بالمعجون راح يلصقوا لكم. وهنا كيما تشوفوا اللي تحب تخليها كيما هكا، انا راح ندير الكاوكاو في الشطوط تاع حبة الصابلي. وهنا نرجع للنوع الثاني كيما تشوفوا بعد ما طاب حتى هو، فوالا هنا ما قلت لكمش بعد ما تطبعوا هذيك الحبة الصابلي اللي من الفوق اللي مخروبة، حاولوا تخشنوها يعني تكون يعني عالية شوية. فوالا راح نجيب كيما تشوفوا كراميل، تقدروا تحشيوها بالكراميل ولا بالشوكولا ولا اي حاجه يعني متوفره عندكم. حشيتهم بالكراميل فوالا، وراح كيف نقلاصيهم بالشوكولا. وهنا نرجعوا لي صابلي تاعنا في صحن تقديم. هنا كيما تشوفوا قلت لكم راح ندير الشطوط تاعو بالكاوكاو، يعني تقدروا تخليوهم هكاك ولا ديروهم بنوات كوكو ولا بالكاوكاو. كيما تشوفوا انا دهنت هذوك الشطوط بالمعجون ومرغتهم فقط في الكاوكاو. وهنا هذا النوع الثاني كيما قلت لكم غلاصيته بالشوكولا وزينت من الفوق بالفيتين. كما تشوفوا هذا هم الانواع تاعنا تنهار اليوم. نتمنى يكون نالوا اعجابكم، ونتمنى كيف تجربوهم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.